ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ في مشكلة معانا النهاردة. بنوتة بتقولي انا دايما بحس اني مش مقبولة حتى لما الناس بتحبني. بحس انهم ممكن فجأة يبعدوا ومش واثقة فيهم ولا في حبهم، وبخاف اكون تقيلة عليهم. مشكلتك مش في الناس، مشكلتك انك رفضتي نفسك قبلهم. انتي محتاجة تتقبلي نفسك قبل ما تطلبي القبول من غيرك. لو انتي شايفة نفسك قليلة، كل حب هيجيلك هتشكي فيه وهتخافيه يضيع. كل يوم بصي في المراية وقولي لنفسك بصوت عالي أنا كفاية، أنا مقبولة حتى لو مش كاملة. واعرفي جذر الإحساس ده جه منين. ممكن يكون من زمان حد قالك كلمة، أو ممكن تكوني اترفضتي قبل كده أو اتهمتي إنك مش كفاية. اكتبي على ورقة أنا إمتى بدأت أحس إني مش مقبولة، وإزاي الكلمة دي فضلت جوايا. واعملي تمرين حضن الذات، ده قوي جدا. افتحي دراعك كأنك هتحضني حد واحضني نفسك، وقولي أنا معاكي ومش هرفضك تاني حتى لو كل الناس عملت كده. ده تمرين بيريح القلب وبيحسس الجسم بالأمان من الداخل. وقولي لأ لما تحسي إنك بتتخلي عن نفسك عشان يرضوا عنك. مش لازم توافقي على كل حاجة تضايقك عشان تكسبي الناس. اللي بيحبك هيحبك وانت حقيقية، مش وانت نسخة مطبوعة منه. حطي نية جديدة كل يوم. أنا ناوية أتوقف عن جلد نفسي، أنا ناوية أعيش بحب مش بخوف، أنا ناوية أكون في سلام حتى لو الناس مش دايما جنبي. واعملي ورد وتوضي قبل ما تنامي، واقرأي الفاتحة وآية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة، وادعي وقولي يا رب حببني في نفسي زي ما خلقتني، واملأ قلبي بالرضا والأمان. أكبر جرح بيخلينا نحس إننا مرفوضين هو إننا رفضنا نفسنا. بس أول ما تمدي إيدك لروحك وتتقبليها حتى لو مفيش ولا حد بيطبطب، هتلاقي السلام جاي والحب جواكي بيكبر من غير ما تستنيه من بره.